مرحبا بكم الناس الكل، مسيكم بالخير يا وجوه الخير. اليوم موجودين بحذا أختنا فاطمة عزوز في ياكودا. مرحبا بك أختي فاطمة. بيك أكثر. عايشك. كان نحكي ونقولوا شكوني فاطمة عزوز؟ فاطمة عزوز بنت ياكودا، غادرتها في سن 13 سنة. ظروف الوالد اللي تنقل ولا يخدم في تونس، الوالد الله يرحمه، وزاولت دراستي الابتدائية الكل كانت في ياكودا، وخذيت السيزيام هونية ونجحت في ليسي دو سوس، لكن ما قريتش. مشينا في تونس الدراسة كلها ثانوية والجامعية، ومن بعد الجامعية في باريس بالطبع. باش نقول ياكودا بالرغم اللي خرجت منها صغيرة، لكن قعدت متعلقة لها بحكم انه الوالدة الله يرحمها والوالد كانوا يحبوها برشا. وانتي كما تشوف نحن في الدار هذه دار بابا، وحافظت عليها. انا واحدة من الناس حاولت باش نحافظ عليها وباش تقعد تترمم وكل شيء قدينتو فيها لما حالة. ونجي محسوب قد ما كانت امي حيه نجيبها ديما، نجيبها في الصيف، نجيبها في المناسبات الكل. وحتى بعد وفاتها، توفات عام 14 الله يرحمها، زاد كيف قعدت ما نغيبش على الدار هذيا. من الاول كان عندي بنت عمي الله يطول في عمايرها، هي اللي لاهيتنا بيها، تجي تحلها وتهويها وكذا باش ما تطيحش الحقيقه نتاع ربي. ومن بعد هاي توا عامين عندي اختي شاديه عزوز، هي شادلية واسم الفني على خاطر كانت في المسرح وفي السينما، عيطوا لها شادية، الناس كلنا يعرفوها شادية. بعد ما خدت الريتريت قررت باش تروح تسكن في دار بابا أونية، وانا هكا نجي ساعة نطل عليها. وهذا بالنسبة كما قلت لك سنوات الدراسة قريت في ياكودا في بورقيبة ولا راجحي؟ نتاع راجح حتى السنة الرابعة. الخامسة والسادسة نقلونا لمدرسة بورقيبة، خاطر البنات في بالي مشاو كلهم لبورقيبة. من بعد أنا في عهدي أنا قرينا 4 سنين في راجح، في نحن نقولوا المكتب الكبير. أي وبعد نقلنا خاطر وقتها نحبها، بالرغم اللي فيها برشا حاجات ما نحبهمش، ما نحبها هي كبلاد نحبها. في أهل فما حاجات نحبهم برشا ونقدرهم برشا، فما حاجات ما نحبهمش. بحكم اللي أنا تغيرت وتبدلت وعشت لبرا وريت ناس وشفت بلدان وزرت ما شاء الله معناها في العالم، دونك تبقى ياكودا أما المشكلة الوحيدة إنه كي نروح أنا نحس روحي غريبة شوية، خاطر الناس اللي عرفتهم والناس اللي عشتهم، وخاطر ما عشتش فيها برشا، كثرهم مشاو وكثرهم وكلهم سكنوا لبرا كيفنا نحن، وكلهم غادروا البلاد. عصفور أختي الشيخ العصفور. أي شيخ. دونك نحس قلت لك بون خاطر اصحابي وحبابي ولا قريت معاهم والكل في مختلف المراحل، كلهم في تونس معناها سي نورمال. اما قعدوا لي 2 3 هكاكا في البلاد نعرفهم ونحن لهم، كي نجي نحاول باش نشوفهم وكا. وزيد الفامي ما عنديش برشا معناها، دار خالي تفرق، ولاد خالي الكل، خالتي ولاد خالتي في تونس ومشاو الكل وتفرقوا وكملوا حتى الدار باعوها معناها. هذيك الدنيا وكا. قعد لي عندي ولد عمي سي الصادق هو حذانا هوني نشموا عليه بالريحة، عندي بنات عمي زادا كيف باش نقول لك. هذايا بالنسبة لكودا معناها مرحلة ياكودا.
عام 63 الوالد الله يرحمه تنقل لتونس ولا هزنا، مشينا حتى متأخر يعني مشينا في شهر أكتوبر اللي هو نورمالمون كل يد شدت أختها. سكننا في الباساج في تونس. أنا وأخواتي ما خاطر ما لقناش بقايا قيدنا في الأليانس إسرائيليت في المدارس اليهودية. اما سيتي بون نظام تونسي ورجيم تونسي وكل قرينا. انا قريت في نهج المشنقة سنتين واخواتي قراو في اخواتي الصغار احمد الله يرحمه وحبيب قراو في مالطا الصغيرة. وبعد نقلت نهج مرسيليا خاطر نهج المشنقة سكروه قالوا باش يتيح. نقلت نهج مرسيليا ومن نهج مرسيليا بعد مشيت لنهج الباشا كملت في نهج الباشا ونعتبر روحي بنت نهج الباشا أكثر خاطر الآخرين ما قعدتش فيهم برشا. حتى توا حاليا ندخل حكاية في حكاية. نشاطي لجمعياتي هو في جمعية قدماء نهج الباشا وأنا مسؤولة معناها على الجزء الثقافي متاع الوحدة ورئيس تحرير المجلة اللي ننشروها كل 6 شهور اللي اسمها ملتقى الأجيال. ملتقى الأجيال. وانا صغير وقتها في تونس زاد في نهج الباشا كنت ترينيت عام في نادي المبارزة بالسيف كان غادي كذا في نهج الباشا كان موجود في نهج الباشا في الربط كما اقول واحد. اي بعد نهج الباشا كي نجحت في البكالوريا مشيت عطاوني حقوق. عملت حقوق السنة الأولى والسنة الثانية بالصدفة نهار أنا خارجة وزميل من زملائي خاطر في كل ثانوي كنت نمشي للليبلا اللي هي مركز مكتبة كبيرة متاع الآباء البيض في معقل الزعيم. كنت نمشي نقرأ فيها بعد كل آباء البيض لي بير بلون هكا لي بير بلون وليبلا معناها مكتبة عندها فضائل على الناس الكل معناها اللي ابتدوها في هذاك الوقت. نلقاو الكتب ونلقاو الوحدة ونلقاو الأقسام فيها سبورات ونعاونوا بعضنا. هذيك الحاجة اللي تعلمتها منها أنه نحن كنا تلامذة نجيو من مختلف المدارس من الصدقية ومن العلوية ومن مونفلورية ومن ناجي الباشا ومن اليونيبي ومن كل والكلنا نمشيو معناها نقراو في بعد الدروس كي نخرجوا من المكتب نمشيو الكل الغادي. الحق قريت فيها تقريبا من السنة الثالثة ثانوي حتى للبكالوريا وحتى بعد البكالوريا نمشي لها زاد نقرا فيها خاطر لو بلوس نقلنا. نحن سكننا في تونس على فكرة في من نضحك أنا كي نسمع قنية لطفي بوشناق ليتك ما نعرف وين هذيك تفكرني في روحنا. احنا سكننا في الأحياء الكل سكننا في الباساج وسكننا في الحفصية وسكننا في باب الخضراء وسكننا في باب منارة. بعد في الآخر توا حاليا أنا استقريت في قصر السعيد وبنيت في قصر السعيد. فمعناها من الحوم الكل ما عشنا فيهم وعرفناهم. من أرى نهج الحقيقة اللي سكنت فيه كان قريب للليبلا قريب بحذانا معنا في الحومة. عاد قلت لك أنا نهار خارجة من كلية الحقوق في الكامبوس وواحد من زملائي متاع الليبلا يجري. قلت وش بيك تجري وين ماشي؟ قال لي ماشي للفاكولتي دلاتر باش نقرا. فاش تقرا؟ قلت له تقرا في الايكونوميه هوني. قال لي ليه بو مقيد مغضوب مقيد في الجورناليزم انستيتيو بريس معهد الصحافه وعلوم الاخبار. قال لي هذه نعملوها باراليل معناها باهي. نعمل هذاك اللي من بعد في سبتمبر مشيت قيدت قعدت نعمل الزوز فق كلية الحقوق و9 أبريل معهد الصحافة. هو حتى العام الأول نعمل في الزوز ما نحكي لكش عاد 9 أبريل لا كلية الحقوق أشبال معناتها منه ومنها أي في الكامبوس ونهبط نجري لكلية الحقوق ساعات شنا لكلية الآداب معهد الصحافة
من معهد الصحافة جري 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 حتى للإذاعة باش نخدم. علاش؟ خاطر في السنة الأولى السنة الثانية معهد الصحافة والحقوق ما نجحتش في الحقوق، نحاول البورس. ايش باش نعمل انا وقت اخواتي الكبار الزوز في فرنسا، 3 في فرنسا، اختي حبيبة واخويا محمد واخويا الاحمد الله يرحمه. بابا وحده كل ما نجمش الوضع، تعرف تونس والوضع، وبابا مش حاجة كبيرة ياسر معناها، بالرغم اللي هو كان شيمينو، لكن مع الأسف عام 52 بابا طرد في الحركة الوطنية هذيك، طرد فاقوا بسلاح في التران وكله، هو مسؤول عليه، مسؤول على التران، طردوا الناس كل، خالي وبابا واللي في التران كل. المهم بابا اضطر باش يلقى خدمة، لقى خدمة بون في الليسي كارنو مع الفرنسيس حاجة بون. بريف هزنا ومشينا، كي مشينا عاد وقت اللي خواتي مشاو لفرنسا، بابا انا حسيت اللي بابا يلزمو مساعدة واحد. دونك كيف ما نجحتش في الدروا قالوا لي نحاول البورس، ما قعدت في الجورناليزم، نجحت في الجورناليزم. وليت مشيت وقتها انا نعيط له خالي، هو ولد عم امي سي محمد علي بن سالم الله يرحمه، امي بنت باللطف وما لي ميم فامي بن سالم، في وزارة الاخبار. مشيت له قلت له خال محمد علي نحب ندخل الاذاعه، انا عملت ستاج نتاعي وريت اللي ما عندهمش بنات في قسم الاخبار العربي، ما عندهم حتى امراه. ساعات كي يضيقوا يهبطوا النشره الواحده من مذيعات الربط، انا ما تعرف مذيعه ربط مش صحفيه ويغلطوا يعملوا. المهم قال لي كيفاش وجو، هو يعرفها بالكدا بيان سور خدم فيها. قلت له خالي نتفكر كي توا ضحكت، قلت له ما عندك انا رجال ما تخافش علي. قال لي باهي. كلم وقتها سي ظلي سي الشطي، ميمون الشطي نظن وقتها مدير الاذاعه، لا في الوزاره. دخلت في اكتوبر، دخلت في بعد اكتوبر نوفمبر يمكن قبلوني. دونك دخلت نخدم في قسم الاخبار. قسم الاخبار الحصه 4 ساعات، من 8 للماضي ساعة، ولا من ماضي ساعة حتى لل5 تكمل النشرة وتروح، ولا من 5 حتى ل8 وتكمل، مش ل5 نجيو ل4 ساعة تكمل النشرة تقراها 8 وتروح، ولا من 8 نص الليل تقرا النشرة وتروح. حاسيلو ما دخلت سيتي با فاسيل، ما كانش. كنت انت الوحيده امراه وقتها في قسم الاخبار؟ انا الاولى في الاذاعه، الاولى. ديما يكتبوا عليا جماعه ولادي عاد اللي قريتهم من بعد الصحافه، اول واحده مذيعه الاخبار ذي عام 3 ايش بدي لا جو شويه على الشمس 7 صباحا. قعدت غاديك العوام هذيك الكل حتى لين خذيت الدبلوم معهد الصحافه وعلوم الاخبار. داكور. بون كلمتين على الباساج نتاعي في الاذاعه، بكل صراحه ما نحملش عليه ذكريات باهيه، بالرغم اللي عرفت فيه ناس خارقين للعاده. اما انا على اساس كنت معذبه ونجري، قلت لك بين الكومبوس وبين الاذاعه في اللافايات وبين 9 ابريل، ما لقاش مواصلات، ما كانتش كيما توا، ما كانتش ماني اي حاجه، نعمل ستوب ندرش ولا الكراب الشوفور يمشيو يجيبوا ويوصلوا. اي الدليل ما كانش قبل. انا نقول للطلبه تلامذه كي قريت من بعد سنين منين رجعت قريت ونوصلوا لها بالمرحله عاد حتى لين كملت. كي كملت حبيت نمشي نعمل المرحله الثالثه الدكتوراه. كي عندي تو المدير قال لي ليه ما عندكش الحق، انت ما كملتش اجازه الحقوق. وانا عندي زميل في الاذاعه، نهار عرضت نحكي وهكايا قاعد في قسم في الار تي سي، هو في الاذاعه باللغات الاجنبيه. قال لي تعرف فاطمه انا ماشي لباريس. قلت له ماشي لباريس تحوس؟ قال لي ليه مش نحوس، ماشي نقرا في اللي اف بي. كيفاه؟ قلت له انت ما كملتش الليسانس نتاعك نتاع الفرنساويه، وانا كيفك ما كملتش الدروا، كملت في الصحافه برك.
ليه؟ قال لي ما مع الصحافة في فرنسا يقبل لي جورناليست البروفيسيونيل، معناها الجورناليست يعني اللي يباشروا في المهنة مباشرين، يقبلوهم على شرط يكون عندهم على الأقل 3 سنوات خبرة. كما يقولوها ما طاحتش في وذن صم. مشيت نجري رجعت للإذاعة، عنا نحن الارشيف محطوط فوق الخزين الفوق، نجبد ونهبط ونلوج، ما عندهم حتى شيء، ما لقيت عندهم حتى شيء معناها موثق كي بروف حتى شيء. جبت الكل حتى لين طلعت من النهار الاول اللي دخلت معاهم اخبار، نشرات اخبار باسمي انا المقدمه وانا المعده وادري شنو. مشيت للإدارة قلت لهم هاو هكا عطيوني، معناها عطاوني هما ما يثبت اللي أنا معاهم ليا 3 سنوات. وكملت الملف وهزيته للمدير. المدير الله يرحمه سي منصف الشنوفي ما كانتش علاقتي معاه باهية برشا. من الأول كيف ليه قال لي ما تنجمش انت ما تنجمش. غضبت وقلت له فلان الفلاني شبيه ينجم، هاك ما عطيته لفلان ماشي باش يمشي يقرا. سكت. الحال صيف لمهم الكوميسيون كامله، فك الصيف عيط لهم بعد نهارين ولا 3 تك تك وعطاوني لوتوريزاسيون، وطلعت انا في الصيف